كلنا عارفين الفنانة الجميلة شمس البارودي، زوجة الفنان حسن يوسف. اعتذرت من سنين طويلة. طلع كلام دلوقتي إن الفنانة هتعود تاني للتمثيل. ايه حقيقة عودة الفنانة شمس البارودي من التمثيل؟ ده اللي هيوضحه زوجها الفنان حسن يوسف من خلال المؤتمر اللي حضره. على البار يا جماعه، على البار. يلا يا جماعه عشان ننجز في الوقت. يا جماعه البار لو سمحتوا علشان نبتدي. يا اساتذه عايزين نبتدي على البار. يا جماعه بالراحه، يا جماعه يا جماعه يا جماعه والله اسمعوا يا جماعه. الاستاذ اخوانا، الاستاذ بعد اذنك الاستاذ. طيب يعني الفنان حسن يوسف في قصر الثقافة هنا. ساعدونا يا جماعه. استاذ سامر اتفضل يا جماعه. استاذ سامر اتفضل. اتفضل يا فندم لو سمحت. اصلا القاعه ليه واقف يا استاذ محمد؟ يا استاذ محمد لا يا مروان ايه يا احمد امن مش هنطلع كمان منكم؟ هو المكان ضيق، الناس دي توديها فين؟ هو ما يبانش كده بقى. كلنا عايزين المكان ضيق. شغل التكييف من جنبك. شغال والله، اكدت عليه. عندك كتير اصلا. لا هو بص سلامة. عايزين بعد اذنك ممكن بس عدي وبعد كده ارجع مكاني. صعب. كرسي بعد اذنك.
يا جدعان انت بتوسع كده سنه طيب؟ انا مش عايز حد لازق فيا. ما هو مش مزاجنا طيب والله. يوسع عادي ياخد نفس. مزاجنا والله. ولا وصلاح صلاح عدى راكب مايك هركب المايك رجاله تسكتين لو سمحت احسن مفيش كده لا مفيش كده سلحي انت ما هو واقف شغال شولدر. المايك يا سلام يا هتان صلاح ممدوح صلاح قول المايك لهتان شغله المايك. طب حضرتك ممكن لا حضرتك بتصور ولا بتصور ولا بتعمل كده؟ المفروض نطلعنا ان شاء الله. يا صلاح حاضر نحاول نهنئ نفسنا. مسلحي خد المايك يا مسلحي يا احمد المايك يا بابا حطه قدامك يا بابا بقى. ياسر يلا ياسر قول له افتح يا استاذ سلامه صور بقى. قول له افتح ويتكلم. ازاي يا جماعه؟ افتح يا استاذ افتح بيقول لك مفتوح. ماشي معاه. لا مصلحي يا شباب ممكن نعدي الترايبود ده؟ انا ورا شيمي. بص قدام بص خش هنا في اسود. انت دماغك تعبان خش فين؟ انت مش شايف الرجاله واقفه قد ايه؟ خش فين؟ خد الترايبود اسند عليه. انا بقول لك ايه؟ بقيت قوي شلت الترايبود ده يسند عليه عشان هو دماغه معايا اسند على عمرك. انا بجس هبتدي امد ايدي. انا عايز ادخل المايك. والله ما دخلت. قول له بس قول لي ازاي انا مراتك عشان تحلفي عليا يا تحلفي عليا ليه؟ دخليني عشان اشغل المايك. اطلعي دي عدي بس عشان اشغل المايك. عشان اشغل عدي بس اشغل المايك. انا سيبناك تخش بالتليفون بتاعك. عدي عشان اشغل المايك بعد اذنك. طب انا كده هقع. انا هتقعد فين؟ ما انت واقفه على الامن زي ما انت. الكاميرا مفيش كده. ازاي يعني؟ يا استاذ حسن منور الدنيا. ظبط الكادر ولا نسيبها على عينك. سلحي اعدل الكاميرا. الدنيا معايا. قطع عليه خليه يظبط الكادر يا اسراء. عارفه لو عدش بعد اذنك بس عشان يشرب ميه داخله للراجل اللي قاعد اي كلمه يا استاذ حسن انا اسمعها كده. هو مفيش ميكروفون؟
مش عارفه اعدي ازاي، مش هعرف. احمد انا واقفه وراك، وطي صوتك. انا من هنا مش عارف اخد، بس مش عارف اخد حاجه. انا عندك بقى. الصوت يا جماعه ثانيه واحده كده. الصوت هيطلع. لا قرب، انا اقرب ازاي؟ حط المايك قدامي، حط المايك قدامي. مش ترابيزات. خليه في ايدك يا بابا. وبعدين كده هتديني يا استاذ. مش هديك ازاي ده، وانا ازاي؟ هو كلام مغني ولا لسه ما قالش حتى. اهدوا بقى يا جماعه عشان احنا شغالين بروي كلنا والنبي. اهدوا بس هم اللي يشتغلوا مين ياخد صورتين بس. معين. سنه الشمال سنه يمين وحياه امك هو هيجي كده بس. بص انت سامع حاجه؟ يا جدعان الصوت بعد اذنكم. هم يجيبوا لنا الصوت يا حجاج. صلاح عصام شيم يمين يا صلاح يا مسلح. حطوا ما خلينا اي حاجه كده. مروان اسندني الشنطه معلش. خد يا عصام. يلا طارق قدامك خد. انا عايز اشوف بس مين. افتح الريسيفر عندك. عايز اشوف بس مين. لسه هعمل كده ليه حطيته هو لما طلبت ان احنا نخصص مع الاستاذ حسن يوسف. احنا هنا في المكان ده ناس كتير مستحقين، انا عارف حبيبي يا ريس. كتيره عارفين ان هنا حصل تدريبات كتيره من سنه 2006 ومصر دائما وابدا بتكرر دولاتها. مصر انا متحصن. غيرها مش هيبقى في حد يكسر. اللي وجعتني اساسا. فاحنا التقليد اللي احنا بنعمله داخل الاداره العامه للثقافه السينمائيه وهيئه اصول الثقافه ده مش جديد، لكن كل نجم حقه. ده بتاعي. هذا قدر هذا الرجل. ما تدخلوش ازاي جوه. الشكل والقاعده انت مش طالع عشان نكلمك. نظرا للظروف ان هو ما يقدرش يطلع الدور الثالث فوق، كنا عاملين له حاجه اكتر من كده واحسن. مش عايز. عصام صح. انت اللي طالع. شغال. انا بقول مروان الدكتوره بصراحه ارجع بالمايك كده شويه النبي. اولا هو اول واحد قال انا عايز احاول استاذ حسن. طبعا هو بالنسبه له قلب حسن ده ابوه استاذ محمد. الو انت المايك بتاعك بص هو لازم نحطه كده المايك. يلا عدي المايك على طول. بعد اذنكم يا جماعه. يلا يا جماعه عدوا المايك. الحمد لله رجعنا تاني لحضراتكم. مرة تانية هقول كلمة قصيرة. وزارة الثقافة المصرية معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني قررت انها ترعى هذا التكريم، وان التكريم ما يكونش مقتصر على قصر السينما او على الإدارة العامة للثقافة السينمائية او حتى على هيئة اصول الثقافة،
وإنما نجم بقدر وبحجم النجم حسن يوسف لابد أن يكون التكريم جاي له من وزارة الثقافة المصرية. لذلك أنا هأسلمه الآن شهادة تقدير عن مجمل أعماله نيابة عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. بشكر حضراتكم وبعتذر تاني في المايك علشان ما كانش حد يسمعني. كان من المفترض ناخد الدور الثالث فوق في القاعة الرئيسية لقصر السينما، وهي القاعة تتسع إلى 120 فرد، إلا إن الحالة الصحية للأستاذ حسن قالت دون ذلك فما قدرناش إن نطلع، فعملنا الحالة الركابية. نشكر أخويا وصديقي المخرج الكبير الأستاذ عادل عوض. أنت بتسميه؟ انتوا بتسموه عادل عوض، انا بسميه ابن الغالي الاستاذ محمد. وبقول ان مصر دايما يعني مصر دائما وابدا تكرم ابنائها ومبدعيها ان هم بيبدعوا. خلي بالكم الكلمه دي من المحيط للخليج، مبدعين مصريين. تحيا مصر. بما ان جبنا سيره المرحوم محمد عوض، تصادف ان احنا بنعمل فيلم السيرك وعندنا مسرح في اسكندريه بالليل، فبنركب الديزل من اسكندريه الساعه 8 الصبح، نبقى الساعه 10 في القاهره، نروح على البالون، نفضل نصور لغايه الساعه 7، نروح الساعه 7 ناخد الديزل، نبقى في اسكندريه الساعه 9:30 على المسرح. الناس بتتلم علينا، قلت له بعدين يا محمد عوض احنا مش عارفين نقعد. قال لي اسمع هقول لك فكره، احنا نحط منديل على وشنا ونحط عليه النضاره. ماشي. قعدنا في الكراسي واحنا حاطين منديل على وشنا وحاطين النضارات. نمنا طبعا، رحنا في النوم، صحينا على البوليس بيصحينا. بوليس ايه في ايه؟ قالوا ما انتوا مش تابع فيكم، مغطين وشكم وحاش عليكم. قلت له دي فكره الراجل ده، انا ماليش دعوه، خدوه. فكان ليه حاجات ظريفه محمد، الزماله لا انساها وصداقه لا انساها. كان نبقى يعني يسمعني مره بقول ايه نفسي في الكوارع، قال ايه تاني؟ بقول له بكره هتغدى عندنا في كوارع. يعني كان صداقه، وهو كان شخص جميل قوي، واعتقد ان عادل مهما حاول مش هيقدر يبقى زيه يعني. مش كده عادل؟ وانا سعيد بيك والله وفرحان بيك قوي. طيب خلينا قبل ما الاستاذ عادل ياخد دوره خلينا نقدم الدرع ونقدم شهاده تقدير للفنان الكبير الاستاذ حسن يوسف اللي منورنا ومشرفنا، وبنعتذر لحضراتكم عن الحرب مره اخرى. هفضل اعتذر لكم كل ههريك واعتذارات لغايه وانت شايف الناس بتحبك قد ايه؟ ولا الدنيا حر جدا هنا على فكره؟ كلهم بيحبوهم. الستات ولا الرجاله؟ هو لا، الستات اهم، لان هم اللي بيجيبوا الرجاله. حبيبي يا نجم، بس تتمضمض بقى بعد ما تموت. الناس اللي قدام أنا كنت أتمنى بدل الشهادة والزهر كنت أتمنى ظرف فيه شوية فلوس، لكن اتضح إن الهيئة نفسها ما عندهاش فلوس. لو حضرتك معاك فلوس يا ريت تديني قبل ما تمشي. هو إزاي ما عندكوش أسانسير يا تامر؟ مفيش فلوس. أنا طبعا بشكر الدكتورة نيفين على هذه الرعاية، إنها أصرت يكون التكريم
تحت رعاية وزارة الثقافة. فأنا بشكر الدكتور نبيل وأرجو من أخويا تامر أن يوصل لها هذا الشكر. وأنا سعيد قوي، على قد ما أنا سعيد بالتكريم سعيد بحضوركم، لأن حسيت إن لسه العلاقة موجودة ولسه الصداقة موجودة. وأنا دايما أقول إن الجمهور من غير فنان مش خسران حاجة، لأن الفنان فيه بداله 100، إنما الفنان من غير جمهور خسران كل حاجة. أتمنى إن العلاقة تدوم والصداقة تدوم. وبشكر أخويا تامر عبد المنعم، وفكرني بأيام جميلة وخناقاته مع محمد فؤاد كنا بنسهر بالليل، يعني نصور الصبح ونسهر بالليل على خناقة بين تامر ومحمد فؤاد. فكنت أنا الحكم يعني، بس كنت حكم غير محايد، كنت دايما في صفه. وبعدين هو لما كلمني افتكرته هيقول لي عندنا مسلسل في اليونان. اتضح ان التكريم هنا في جاردن سيتي، لكن وجودكم انتوا خلاه اهم من اليونان واهم من اي حته في الدنيا. شكرا جزيلا. انا اشكر استاذ تامر عبد المنعم اولا على الحفاوه ديت وعلى حسن الاستقبال للفنان. انا بعتقد انه اعظم فنان موجود في مصر الان، ومش بس في مصر، في العالم العربي. ارجو الهدوء عشان نعرف نسمع بعض. دائما في الندوات اللي بيعمل الندوه بيدي اسئله طويله جدا وبياخد من وقت الضيف. انا هعمل طريقه مختلفه بعد اذنكم، اني هقول عناوين بس للاستاذ حسن او انكل حسن وهو يتكلم. اعتقد ده افضل من ان انا اكون حاطط اسئله. انا هقول عناوين بس واسيب له الاسئله. انا اخترت اني ابعد عن كل الاسئله السياسيه وابعد عن كل الاسئله الشخصيه واخش في الاسئله تاريخ الفني، تاريخه السينمائي وتاريخه المسرحي، تاريخه الفني فقط. فهبتدي اول سؤال او اول حاجه هقول اول عنوان السيده زينب. تحبي تتكلم تقول ايه يا استاذ زينب؟ السيدة زينب ده أنا الحي اللي أنا اتربيت فيه، يعني فترة شبابي المهمة. يعني كنا رحنا، أنا عندي 8 سنين سيبنا السيدة زينب عندي 30 سنة، فكنت شربت كل التقاليد والعادات والشعبية الجميلة، وفترة لا أنساها. وهي اللي عملت شخصيتي، هي اللي بنت. ولذلك انا لغايه دلوقتي بعتبر نفسي ابن البلد، ابن السيده زينب، محتفظ بتقاليدها وعاداتها ولا اتخلى عنها، واتعامل كل تعاملاتي من واقع هذه. اما صداقتي بمحمد عوض بقى فبدات من الافلام. مره انا وهو راكبين رايحين مرسى مطروح نصور، هو كان ناصري قوي قوي وانا كنت يعني عكسه، كنت ساداتي جدا. هو يتكلم على عبد الناصر وانا اتكلم على السادات، هو يتكلم وانا اقول للسادات قلت له بقول لك ايه، احنا اول واحد نقابله نقف نساله عن السادات ولا جمال عبد الناصر. فبعد ما مشينا كده واحد ماشي كده في الجلابيه، راجل مواطن بسيط يعني، فوقفنا قلنا له صباح الخير يا عم. قال له مساء، عايزين ايه؟ قلنا له انت بتحب جمال عبد الناصر ولا بتحب السادات؟ قال انا بحب الملك فاروق. طبعا انا ما سالتش اسئله سياسيه، بس الاستاذ حسن هو اللي عايز يقول. طيب السؤال الثاني، الكوره. الكوره، انا الحي بتاعنا كان فيه كابتن مصر حنفي بسام، كان كابتن مصر في ذلك الوقت، وكان كابتن الزمالك، واحنا بقى كشباب بنجري وراه في الماتشات، فحبينا الكوره. وكان هو عامل كاس حنفي بسطام للفرق اللي بتلعب كوره شراب وحاجات كده. فمن الوقت ده انا حبيت الكوره. وانا اساسا في المدرسه الثانويه كنت بلعب جناح ايمن الفريق، وفضلت على حبي للزمالك للاسف الشديد يعني،
لانه بيتغلب كتير قوي من الاهلي. فالكوره في حياتي مهم قوي. وانا ساعات كنت يكون عندي اوردر اقول لهم لا بكره مفيش، بكره الاهلي والزمالك هيلعبوا. فحبي للكوره موجود لغايه دلوقتي. لكن دلوقتي بشجع المنتخب، بشجع من الفرقه الاجنبيه مانشستر يونايتد وبتابع اخبارهم. الاستاذ عبد البديع العربي. الاستاذ عبد البديع العربي. الاستاذ عبد البديع العربي كان جارنا، احنا كنا في الدور الثالث وهو في الدور الرابع. هو ابو محمد العربي ووجدي العربي وكميل العربي، وكان بيدرس تمثيل في المدرسه اللي انا فيها. فاحنا كنا بنقف في حوش المدرسه كده، حوش المدرسه نهرج. فمره شافني قال لي تعالى انت ليه مش في فريق التمثيل؟ قلت له تمثيل انا مالي؟ قال لا تعالى. خدني فريق التمثيل ودي كانت البدايه. فانا ادين له الحقيقه بان هو سبب وجودي في هذا المجال، وسبب دخولي معهد التمثيل، وسبب خروجي من المعهد الى الحياه الفنيه بقى. فالله يرحمه واشكره واوصل الشكر لروحه الطيبه، وولاده ايضا الطيبين ربنا يديهم الصحه ويخليهم يا رب. كنت هقول المسرح المدرسي بس اعتقد حضرتك لخصت كلمه المسرح المدرسي مع الاستاذ عبد البديع. طيب نقول معهد فنون مسرحيه. معهد فنون مسرحيه ده الجراج اللي كلنا اتخرجنا منه، لانه كنا بندخل المعهد 4 سنوات. بقدر الله انا كنت في سنه اولى، لكن كانوا اصدقائي في سنه رابعه. يعني انا كنت في سنه اولى كنت صديق كرم مطاوع، عادل المهلمي، سامي طموم. انا كنت في ثانيه مثلا وهم في رابعه. فكانوا هم يعملوا اعمال ياخدوني معاهم، يعني يبقوا اعضاء في فرقه نجم ابراهيم فياخدوني معاهم، يعملوا مسرحيه ياخدوني معاهم. انا بعتبر كل ده تمرين، يعني ده عملني، ده استفدت منه. ولذلك لما دخلت المسرح القومي بعد ما اتخرجت، اللي آمن بموهبتي قوي الله يرحمه ما نساوش، ده جزء من حياتي يعني، المرحوم العبقري الاستاذ حسين رياض. آمن بموهبتي جدا، وقف جنبي وساعدني، وكان لا يمكن رحله تطلع المسرح القومي اي بلد الا لازم اكون مع الفرقه. وهو اول واحد رشحني في فيلم انا حره، وكان دايما يقف ورايا ويساندني، فالله يرحمه. هو آمن بموهبتي، من الناس اللي عملوا تاريخي وكانوا ورا نجاحي يعني. طيب اقدر اسالك على المسرح القومي ولا حضرتك تعتبر اتكلمت المسرح القومي؟ ممكن تكلمنا عن المسرح القومي؟ خلاص يعني. طيب اول فيلم، نتكلم عن اول فيلم. اول فيلم كان انا حره، كان بشتغل انا في المسرح. ومن لقيت الاستراحه كده مدير المسرح بيقول لي الاستاذ حسين رياض عايزك في الاوضه عنده. قلت غلطت في حاجه قدامه على المسرح وهيهزقني يعني. فروحت لقيت عنده راجل كده ما اعرفوش، قال لي الاستاذ صلاح ابو سيف مخرج السينمائي، اهلا وسهلا. قال لي عنده فيلم اسمه انا حره، وفي دور شاب مراهق ابن عمة لبنى عبد العزيز، وانا برشحك للدور، وهو جاي يشوفك، هيتفرج عليك النهارده، وايه ما يوافق يا ما يوافقش. طبعا ده لخبطني، خلاني ابقى بمثل وانا متلخبط يعني. لكن نجحت في الاختبار، وبعد المسرحيه الاستاذ صلاح قال لي بكره تيجي السود ونحاس تجيب معاك بيجامه. وبيجامه قلت له حبات عندكم ولا ايه؟ تجيب معاك بيجامه وقميص وبنطلون وحاجات. وبدات مسيره السينما انا حره، الحمد لله نجحت فيه، ولفت نظر المنتجين والمخرجين، وبدات رحله السينما الجميله. الحمد لله رب العالمين ان انا موجود بينكم كفنان سينمائي، وشفتوا افلامي، وارجو ان تكون عجبتكم. طبعا طبعا.
موليير مقالب اسكابان. مقالب اسكابان هم الادوار الهامه في المسرح يعني. وبعدين كان اللي يعمله يبقى فتوه يعني، يبقى فتوه التمثيل يعني. فلقيت الاستاذ حمدي غيث مرشحني اعمله على مسرح الفنانين المتحدين، وكان اول مره التقي بالاستاذ عبد المنعم مدبولي. قلت له يا استاذ حمدي ده دور صعب قوي يا حرام يعني. قال لا انا هتعمله. فطلعنا على المسرح، وكان اول مره في المسرح حد يقول شتيمه. انا كنت بحبس عمنا مدبولي في شوال واربط عليه وامثل حواليه ان في عصابه هتخطفه. فكنت بعمل اصوات مثلا 10 اشخاص 20 واحد امشي بقى حاجات كده. هو بقى بيشك فبيطلع دماغه من الشوال من غير ما يشوفه، فيلاقيني انا اللي عامل الشاي. فاول مره في المسرح لقيته بيقول لي يا ابن كلب. اول مره واحد يقول شتيمه في المسرح كان عبد المنعم مدبولي الله يرحمه، كان استاذ كبير قوي. وحضرتك استاذ كبير يا باشا والله. الله يبارك لك يا حبيبي. الخطايا بقى، جينا للخطايا. انا ندهولي في صوت الفن عشان يوقعوا معايا فيلم الخطايا. فكان عبد الحليم موجود الله يرحمه. وبعدين مضيت وخدت العربون، وده اهم حاجه. اهم حاجه تاخد العربون. اهم حاجه الفلوس. بعد يومين كده لقيت والدتي الله يرحمها قالت لي تليفون واحد اسمه عبد الحليم، مش عارفاه. عبد الحليم عبد الحليم اهلا. قال انا عبد الحليم حافظ. قلت له اهلا وسهلا. قال لي دلوقتي احنا طالعين اخوات بنموت في بعض. طب ازاي يعني هنتقابل في الاستوديو كده اول يوم واحنا لسه ما نعرفش بعض؟ قلت له طب انت عايز ايه يعني؟ قال لي عدي عليا. قلت له ماشي. عديت عليه بالليل، كان الساعه 7 لانه يصحى متاخر شويه. ما نزلتش من عنده الا بعد اسبوع. والله قال لي شوف بقى احنا لازم نقعد مع بعض وناخد على بعض كويس قوي. انت متجوز؟ قلت له لا، قاعد مع والدي ووالدتي. قال لي خلاص، وانا ايديا سايبه نقعد مع بعض. تقعد معايا الاسبوع ده كله، نقعد معاه ناخد على بعض بقى، ناكل مع بعض، ناخد نعمل صداقه واخوه هنعملها في الفيلم. ولذلك الفيلم لما تشوفه تحس فعلا ان احنا اخوات يعني. هو انسان جميل الله يرحمه، ما تعوضش، واعتقد انه مش هيتعوض يعني. ما دام قلنا الخطايا فنحتاج نتكلم شويه عن حسن الامام. استاذ حسن الامام ده عبقري، انا بسميه عبقري. انا بعتبره اهم مخرج في السينما، وان كان ناس تقول لا في فلان وفلان، لكن حسن الامام كان مخرج يعمل اي حاجه، يعمل كوميديا، يعمل تراجيديا، وكان بيألف ويكتب. وهو له عليا فضل كبير قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى، لان هو بعد ما شافني واقتنع بيا خدني مع عده افلام مع اختي العزيزه هند رستم. عملنا امرأة الهامش، وعملنا كام فيلم، ايوه كام فيلم كده مع بعض، وبقينا يعني اصدقاء جدا. وهو طلع مني، هو كان يمد ايده، وانا قلت له مره انت بتمد ايدك في معده الممثل تطلع الموهبه اللي هو مش عارفها. فكان يديني ادوار تلمعني يعني. في الخطايا طبعا ما نسالوش الخطايا، وعملت بقى مع عده افلام مع هند رستم الله يرحمها. وانا بعتبره اهم مخرج في السينما المصريه. التلميذة يعني هو اللي مرشحنا للتلميذة. المنتج قال له ازاي يعني؟ قال له على عودتي. طبعا الفيلم نجح جدا الحمد لله. الله يرحمه. ما دام بنتكلم عن المخرجين فبرضه في مخرج مهم، حلمي رفلة. المنتج هو المخرج حلمي رفلة، وعارف انه على علاقة قوية بحضرتك وبمدام شمس. حلمي رفلة ده انا بعتبره الاب الروحي
للوسط الفني. يعني كان يحافظ على علاقته مع كل الوسط، مفيش حد في الوسط ما كانش يحبه. وكان دايما يرعى العلاقات الزوجيه. يعني كمال الشناوي مثلا وشادي هيتطلقوا يلحق هو يجي ويوفق بينهم. انا وشمس نتخانق نلاقيه جاي يشرب فنجان قهوه ويصالحنا وحاجات كده. ها؟ ويمضينا فيلم ويدينا العربون اهم حاجه. فانا بعتبره الاب الروحي للسينما المصريه، واشهد ان انا ما شفتش في قصه الفن كله اطيب من هذا الرجل. بما ان اتكلمنا عن الطيبه فهنتكلم عن الشر. وانا بقول انه الشر في السينما مهم والاشرار في السينما مهمين. بما ان معانا ماضي توفيق الدقن فاحب اسالك عن توفيق الدقن. ازيك يا ماضي؟ ازيك يا سياده المستشار؟ نور الدنيا يا باشا، نور الدنيا، نور الدنيا. استاذ توفيق الدقن ده ممثل لا يعوض. يعني عبقري بكل معنى الكلمه. كان انا كنت ليا الشرف ان انا اكون زميلهم في المسرح القومي. هو كان للاسف الشديد يعني مصاب ببدايه انه لازم يشرب كل يوم. فرحنا رحله في راس البر ولازم كل اتنين يناموا في اوضه. فجا حظي معاه. انام انا وهو في اوضه واحده، هو في سرير طبعا وانا في سرير. هو طول الليل مش بينامش، بينام لما يطلع النهار يطلع. يا استاذ توفيق نام، عايزين ننام مفيش شويه. بس كان دمه خفيف قوي، طيب قوي قوي قوي، محب جدا لكل زملائه، عبقري بمعنى الكلمه. يمثل اي دور تديهوله، تراجيدي كوميدي يعمله. لغايه ما اولاده عملوا لعبه حلوه كده عجباني قوي. مش عارف اذا كان المستشار ماضي يخليني اقولها بعد اذنك. هو كان بيرجع البيت طبعا مونون. فعملوا ايه؟ اتفقوا انهم يصوروه. فجابوا كاميرا وصوروه. هو راجع البيت طبعا بيرجع بقى مش من اول الشارع، بيشتم الشارع كله لغايه لما يوصل للبيت يشتم عياله وطايح يعني. بس مش بشر، هو كده. مره كان سايق عربيه ومروح، فصحي الصبح لقى نفسه في باترية عمر افندي في شارع عبد العزيز. هو سايق دخل في. المهم الولاد صوروه وقالوا له يا بابا عايزين اقول لك حاجه. عرضوا الفيلم وروا له صورته وهو راجع مونون وبيعمل العمايل السوداء دي. قال ايه ده؟ خبر اسود. واقسم من يومها انه مش هيحط الخمره في بقه وانه مش هيشرب حاجه خالص. وكان صادق في حلفانه، وكان اولاده اصحاب الفضل في انه بطل الحكايه دي وبقى انسان. يعني اقول لكم ايه، هو طبعا هو طيب 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 من غير حاجه يعني. طبعا لما بطل الحكايه دي بانت موهبته اكتر وتفرغ لشغله اكتر وبقى نجم كبير من نجوم السينما والمسرح. طيب انا برضو عايز اسال حضرتك عن سعاد حسني، افلام سعاد حسني مع حضرتك وافلامكم مع بعض حضرتك وسعاد حسني. سعاد حسني دي كانت عايشه بدون ما تفكر، الهليه كده. يعني تيجي التصوير معاها ترمس وتقول لي مش عايز شرب الكوارع. لو شرب ايه اللي هيجيب شرب؟ تقول لي معايا ترمس فيه ملوخيه. تيجي ترمس جايبه ترمس فيه ملوخيه وترمس فيه شرب. كانت الهليه قوي، طيبه قوي 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 سعاد دي، ودمها زي الشربات. انما كانت عبقريه بشهاده فاتن حمامه. فاتن حمامه قالت السينما قدامها كتير عشان تجيب واحده في براعه سعاد حسني كممثله وحضورها كممثله. هي كانت يعني لحظات السعاده اللي بتعيشها كانت قدام الكاميرا.
لكن هي في حياتها كانت تعيسة جدا جدا جدا. كل زواجاتها كانت للأسف الشديد فاشلة. أنا كنت بقى زي أخوها يعني تكلمني الساعة 2 الصبح تقول لي الحقني صلاح قريب هيموتني، أجري بالبيجامة والشبشب على الزق. والله أكلم أخوه يجي يروح لها الساعة 2 بالليل نخبط على التعاون عشان نلحق الخناقة. كانت طيبة وهلهلية. أنا كنت هقول لها بطلي العبط بتاعك ده، فكري شغلي مخك. ربنا ادانا مخ. شوف نادية لطفي بتعمل إيه؟ تحسبها بالسنتي وبالملي. تقول لي ما أنا كده، أنا شخصيتي كده أعمل إيه؟ الله يرحمها كانت ممثلة ما تتعوضش، وفعلا ما تعوضتش لغاية دلوقتي، رغم إن في بنات كتير أوي طلعوا بعدها، لكن هي لغاية دلوقتي سعاد حسني تظل سعاد حسني. أنا سعيد بكلام حضرتك عن سعاد حسني، بس برضه كنت محتاج أفلامك مع سعاد حسني. أفلامك مع سعاد حسني، كلمنا عن أفلامك مع سعاد حسني. مع بعض عملنا، وأنا بعتقد بالمناسبة إنها اتقتلت مش انتحرت. ليه؟ لأن المنتحر ده لما يرمي نفسه لازم يتعور، تلاقي ده جنبه نقطة دم، تلاقي جنبه شوية دم شوية. لكن دي لما شفناها ما كانش نازله جثه هامده، فهي اتقتلت في الشقه قبل ما تترمي. ادوها حقنه مثلا وقفت نبض قلبها، وبعدين رموها على انها انتحرت. لكن انا قبلها رحت انا والشمس، رحنا لندن نزور ابننا محمود، وكان من ضمن اهداف الرحله ان شمس تقابلها تقنعها بالرجوع. فكانت بدات تخس، وكانت بدأت تنزل وزنها، وبدأت كان عندها العصب السابع، فبدأت تخف منه بقت طبيعية جدا. وأقنعناها إنها تيجي تعمل أخت، تعمل الأخت الكبيرة، تعمل أم الأطفال. أقنعناها إنها تيجي، وبعدين جينا سمعنا إنها اترمت، فهي كانت بتستعد إنها تيجي. وأنا لما شفتها أنا وهي واقعة كده، مش كمان طبعا رقابة. بس الله يرحمها سعاد، زعلنا عليها قوي. انا شخصيا زعلت عليها قوي، لان انا كنت بعتبرها زميلة تختة. قلت لها انت زميلة تختة زي اتنين في فصل قاعدين على تختة واحدة. الله يرحمها هي كانت موهبة كبيرة قوي قوي قوي. لا كل افلامنا مع بعض نجحت، وكل افلامنا. مش حاجه معينه، فيلم منهم تحب تتكلم عنه؟ ثلاثة يحبونها. حكاية 3 بنات، فتاة الاستعراض. الثلاثة يحبونها. الثلاثة يحبونها. شيء من العذاب. شيء من العذاب. الله ينور عليك. للرجال فقط. للرجال فقط، ايوه كده. اجازة نص السنة. اجازة نص السنة. مفيش تفاهم، مفيش تفاهم. عادل كيف هضربك بعد كده؟ مفيش تفاهم. يعني ينفع ما اسالكش مثلا على حسام الدين مصطفى؟ لازم تكلمنا عن حسام الدين مصطفى. اكشن شاطر، وعملنا معاه مجموعة أفلام، وأبوك طبعا كان قاسم مشترك الله يرحمه في هذه الأفلام. الأصدقاء الثلاثة، المغنيون الثلاثة اللي شياطين البحر. شياطين البحر، حاجات كده. هو كان مخرج أكشن رقم 1، وكان دمه خفيف، كان شاب يعني في وسط الشباب كده، تحس إن احنا معانا شاب بيخرج الفيلم، وكان شاطر قوي 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 قوي، وكان عنده كاريزما كل الممثلين يحبوه من اول لقاء يعني. وانا بعتبره اهم مخرج اكشن جه بعد نيازي مصطفى. في تعليق على نيازي مصطفى ولا مفيش؟ لا لسه. هل ينفع ما نتكلمش عن رمسيس نجيب؟ رمسيس نجيب ده اللي هو الفضل، لان هو عمل لي عقد احتكار بعد أنا حرة، ولكن في الوقت ده كان هو حب لبنى عبد العزيز
وتفرغ للحب ونسي السينما. فبدل ما كان عامل لي قاعد احتكار عليه نعمل 5 6 افلام، نسي الافلام وغرق في الشوش بقى الحب مع لبنى عبد العزيز جميله صديقتي العزيزه. وبعدين قلت له بعدين انت عملت لي عقد وقعتني جنبك في الثلاجه. قال لي هديك كل شهر 75 جنيه. قلت له ماشي. فكنت اروح كل اول 70